السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما تلاحظون أولاد بلادي وإخوتي الكرام، في هذه المرحلة الجزائر راهي تعيش حرب إعلامية، والحرب الإعلامية اللي راهي تعيشها ماهيش الحرب التقليدية اللي معتادين عليها عن طريق الجرائد وعن طريق التلفزيون وعن طريق يعني الكتب، عن طريق مثلا الإذاعات، وإنما الأمر تطور زيادة على هذه الوسائل. هناك وسائل أخرى اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المواقع يعني تعرف سرعة تنقل الخبر وتوسعه وتشبكه، ويعني واطلاع جميع الناس عليه. يعني الآن اللي ما قدرش أنه يوضح الصورة وأنه يدافع على نفسه مع هذه الوسائل الحديثة وأنه يبيض صفحته، ربما مستقبلا وعبر التاريخ ما غاديش يقدر أنه يبيض صورته. السؤال المطروح، تشوف أنت كثير من الدول تستثمر في المؤثرين. مثلا نحنا نروحوا للدبلوماسية الجزائرية أو لوزارة الخارجية. لماذا لحد الآن وزارة الخارجية ما هيش تخرج ناس متخصصين في علم الرد؟ وزارة الاتصال على ما هيش تخرج شباب من الجامعة متخصصين يفتحوا صفحات، وكل واحد وكيفاش التخصص تاعه. آمين. للدفاع عن الوطن، للدفاع عن سياسة هذا البلد. حقيقة تلقى هناك ناس الله يبارك ما شاء الله مثقفين وكذا راهم يدافعوا، ولكن تلقى العمل تاعهم فردي، وتلقاهم ما عندهمش دعم. تلقى كذلك ناس مواطنين بسطاء يدافعوا، ولكن الدعم ما كانش، لا دعم مالي ولا الدعم بالوسائل. ضروك مثال، أنا راني نحب نرد على ندافع على بلادي، ما تلقاش، ما عندكش وسائل، ما تلقاش مثلا كما نقولوا استوديو في الوقت اللي تروح في أمريكا وفي الدول الأخرى وقع من السهل أنه يمتلك هذه الأشياء. أنت بورطابل ما عندكش هاتف، عمي خوتي. وهذا يثبت لك أن الدولة راهي متقاعسة بزاف في هذا المجال.